السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سمسمة من اكلة وصفة مع سمسمة، والنهاردة جاية اكمل معاكم وصفات العيد. ودي ورقة اللحمة بالخضار، حاجة كده بجد ما بتاخدش معايا وقت وشكلها حلو قوي وطعمها جميل جدا. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. نبدأ كده بقى وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنجيب قطعية لحمة زي ما انتم شايفين معايا كده انتركوت. لو ما عندكيش انتركوت او مثلا ما جبتيش بتعملي مكعبات اللحمه العاديه خالص زي ما انتم شايفين، بس انا بعملها محمله شويه كده. بنبدأ نعمل ايه؟ بنجيب قطعة من الزبدة، بشوح اللحمة بديها صدمة كده عشان تاخد معايا لون وتبقى شكلها حلو مع الخضار. ببدأ كده اشوح اللحمة زي ما انتم شايفين، بشوحها كده بتاخد يا دوبك لون بس معايا عشان انا عايزه اللون بس بتاعها، يعني كده كده هي سواها كله هيبقى مع الخضار عشان ياخد من ريحه وطعم الخضار. هبدا احط شويه فلفل اسود وابدا اشوح اللحمه اهو زي ما شايفين معايا كده اهو. هبدا تاخد تشويحه اهو لغايه ما توصل معايا للون اللي انا عايزاه. هي تبدأي تقلبيها كل شوية عشان اللون بتاعك ما يغيرش اهو. هو ده اللون اللي انا عايزه اوصل له يا جماعه اهو. بصوا مجرد ما وصلت له خلاص بشيلها واهو اللون كده والمنظر اللي انا عايزاه في النهايه. اكون بقى محضره الخضار بتاعي، معايا بصل جوانح زي ما انتم شايفين معايا كده، بصلتين، ومعايا جزر برضو بقطعه، ومعايا فلفل حامي حسب الرغبه لو انت عايزاه حطيه كده زي ما هو، ومعايا فلفل رومي مقطعاه، ومعايا كمان طماطمايه مقطعاها، ومعايا بطاطس. بصوا يا جماعه انا برضو مقطعه البطاطس محمله كده عشان ما تتهريش تمام والسوا بتاعها يبقى مظبوط. عايزه تحطي كوسه برضو براحتك، بس برضو بتقطعيها محمله شويه. بحط بقى ملح وفلفل وبابريكا، معايا كمان معلقه من الزيت على الخضار بتاعي ده عشان يدي لمعه حلوه كده للخضار بتاعي. هبدا بقى اقلب كل الخليط ده الخضار كله مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين معايا كده. وهكون معايا بقى محضره معلقه من الصلصه عشان برضو تبقى مديه لون حلو للخضار، وابدا اقلب كل الخضار مع بعضه اهو. بصوا لونه رائع يا جماعه، فعلا اللون فظيع. هكون محضره فصين من الثوم مفرومين وابدا احطهم برضو على الخضار، وابدا بقى اللحمه اللي انا اديتها صدمه او اديتها تشويحه في الزبده ابدا اهو كده، او لو عايزه تحطي زيت ذره برضو براحتك خالص. ابدا اقلب الخضار مع اللحمه زي ما انتم شايفين. بس هكون بقى محضره عندي صينيه، واجيب بقى ورق فويل، هعمل ورقه بالطول وورقه بالعرض بحيث ان انا اقفل على اللحمه بكل الجوانب، واي بخار يبقى طالع للحمه عشان يساعد في التسويه. يعني تقفيله الورقه بتاعتك مهمه جدا عشان تستوي كويس طبعا، لان كمان هي بتقعد معايا في سوا. بص انا سايبه فراغ ازاي، يعني سايبه حته من الورقه. بجيب بقى عندي ورقه من الزبده برضو بحطها بالعرض، وابدا اجيب اللحمه بالخضار واحطها واقفل عليها بقى واكمر عليها جامد قوي عشان ما ينفعش يخرج منها اي هواء. انا عايزه البخار كله يكون، وبقفل عليها اهو من ورق الزبده من فوق عشان تتقفل صح اهو. بقفل عليها من كل الجوانب. ورق الفويل كمان هروح مقفله عليها لان هي هتقعد معايا ساعتين كاملين في الفرن. ما تفتحيش عليها خالص، على نار عاليه. ببدا احط الورقه واقفل عليها التقفيله زي ما انتم شايفين كده، تقفيله جامده عشان تستوي على طول. واروح قافله عليها كمان بورقه فويل من فوق واسيبها لمده ساعتين كاملين في الفرن. بصوا بقى بعد ما خرجت هفتح بقى، عايزه اوريكم. بصوا الله على الجمال يا جماعه، الله. بصوا
كده اللحمه استوت. هوريكم برضو، انا هطلع لكم كده. بصوا منظر الخضار مع اللحمه عامل ازاي. فعلا حاجه ما بتاخدش معايا وقت وطعمها تحفه. ممكن تعمليها مع شويه رز بالشعريه، نتيجه هايله بجد. تعالوا بقى اوريكم الخضار بقى. بصوا البطاطسيه، بصوا البطاطس مستويه معايا ازاي، ولا اللحمه. بصوا يا جماعه بجد جميله اهو. اللحمه فظيعه اهو. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى ان اكون وصلت لكم معلومه حلوه واكله حلوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. استنوني الوصفه الجايه مع اكله ووصفه مع سمسمه. والسلام عليكم ورحمه الله.